طب اخواتنا العراقيين نقول الحمد لله، نقول الحمد لله انها جت على قد كده وانها ما طلعتش بسكور اكبر من كده. احنا كنا متوقعين كوارث، فكويس انها جت معاكم على قد كده. 3 وخساره متوقعه من فرنسا، ده كده كده كلنا كنا متوقعين دوت. فانا ما افتكرش ان يكون في حد زعلان. يا جدعان انا محتاج حد يجي يفهمني امبابي لما بيروح كاس العالم ايه اللي بيحصل له؟ بيتحول بمعنى كلمه بيتحول. كابوس اللي في كاس العالم هو مبابي. النسخه اللي فاتت خد منه لقب هداف البطوله، والسنه دي عمال يحرجم معاه وبيزاحم معاه. هتجيب جول هجيب. ميسي جايب 5 تجوال لغايه دلوقتي ومبابي 2. بس احنا كلنا عارفين اللي مرشح ان يكون يقعد اكتر في البطوله هو مبابي. بس هو ده ينسيك ان موجود في البطوله هاري كين. او قولوا لنا انتم من وجهه نظركم شايفين مين اللي هيكون هداف البطوله في الكومنتات. هفضل بعد كل ماتش لفرنسا اقول لك خلص يا بيريز، بيلعب لك بوش رجله اهو، قلب لك فيها لوكا مودريتش عشان تجيبه. خلص بقى وانجز يا جدعان. بجد هالاند ده مش طبيعي. هالاند ده لازم نشوف في صرف عشان ده خطر على الكون. هو ده مصدر من ضمن المصادر اللي بتهدد البشريه وبتهدد الارقام القياسيه وبتهدد كل حاجه شويه شويه. يعني نسخه نسختين وهالاند ده هيهكر بطوله كاس العالم عشان تبقوا فاهمين. بس على الرغم من كل اللي بيعمله ده تبص له كده كيوت. مش عارف ليه الناس واخده عن هالاند الفكره وحشه وان هو شرير. طب بالله عليكم كيوت ولا مش كيوت؟ اديكوا شايفين واحكموا بنفسكم. بلاش تظلموا الراجل بقى يا جدعان.